فهمك للمصطلحات أو الكلمات اللي بتستعملها في حياتك هيساعدك جدا إن أنت تعيش مستريح وإنك ما تتصدمش مبدئيا. يعني لو جينا، هل إحنا فاهمين معنى الصبر صح؟ لو أنا صابر على ابتلاء من ربنا فده حاجة كويسة وحاجة عظيمة وأؤجر عليها. لو أنا صابر على مشروع على بال ما يكبر ويجيب لي النتيجة المرجوة منه، دي حاجة كويسة. لو أنا صابر على نفسي لغاية لما أتعلم ويبقى معايا شهادة أقدر أشتغل بيها وأعيش بيها في الحياة وتعمل لي قيمة، دي حاجة كويسة. بس أصبر على حد بيأذيني وأقول ده اسمه صبر؟ لا. إمتى يبقى اسمه صبر؟ لما يكون اللي بيأذيني ده بيأذيني وهو مش فاهم وهو مش كاره، وأنا هصبر عليه لغاية لما يفهم إن أنا ما استاهلش الأذى ده. خلاص تمام، هو هيرجع ياخد خطوتين وراه وبقينا كويسين، فأنا صبري ليه لازمة. أما حد مصمم يأذيني، حد ما بيرجعش ورا خطوة، حد ما عندوش تأنيب ضمير على تعبي، وأقول أنا كده بصبر عليه لغاية لما ربنا يهديه، ده غلط. أنا كده أساسا ما اسمهاش صبر، هي أساسا اسمها أن أنا بهين نفسي، بسيب نفسي للي يسوى واللي ما يسواش، بقلل من نفسي، ما اسمهاش صبر خالص. فخليني أقول لك إنك لازم تفهم معنى الكلمة أو معنى المصطلح اللي أنت بتستخدمه في حياتك علشان تعرف تتعامل مع الناس، علشان ما تتصدمش في حياتك، علشان تمشي صح ونفسيتك مستريحة. فافهم معنى كلمة الصبر صح علشان ما تتصدمش في الناس، والصدمة طبعا هتخلي نفسيتك تتعب، واحنا مش عاوزين كده خالص يعني. هذه رسالة موجهة